غسلة سريعة للدراجة النارية وبعدها يبدأ الفلوج. مشاهدة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله متابعين القناة. أهلا بكم بفلوجنا، فلوج جديد أو موتو فلوجة جديدة. طبعا من زمان ما صورت فلوج، سويت لي غسلة سريعة للدراجة النارية عشان تكون شوية كده ريفرش. يمكن تلاحظوا في بعض النقاط حقت الموية موجودة على الدراجة بعد الغسيل. كل الفكرة انه احساس حلو انها تكون مغسلة. صار لها تقريبا اكثر من شهر، طلعت فيها البر كم مرة وما غسلتها. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. توكل على الله في اول فلوج بعد فترة طويلة من عدم التصوير ومن الكسل. احساس حلو صراحة. بس ما بقى في صوت هوا، ما نبغى صوت الهوا لو سمحت. صلح المايك عشان ما يكون في صوت هوا. اتوقع كده الصوت حيكون ممتاز جدا ان شاء الله. طبعا من زمان ما صورت لكم فلوج. اخر فلوج او موتو فلوج نزلت كانت قبل فترة طويلة. السبب انشغالي في تصوير معارض الدراجات النارية. طبعا الموسم على وشك انه يبدأ. بدأنا نشوف الاجواء تتحسن ما شاء الله تبارك الله، وبدأنا نشوف ملامح الشتاء تطلع. طبعا عادة في الخليج في المناطق الحارة عادة الشتاء هو موسم الدراجات النارية، بعكس الدول اللي فيها ثلج والباردة الشتاء يكون هو وقت تخزين الدراجات النارية. فبعكس الدول الباردة الأجواء دحين تبدأ. فكرتي كانت كلها تسهيل عملية الاختيار وتسهيل جولة انك تطلع تدور دراجة نارية. فقلت بما اني في جدة ورحت الرياض صورت انديان، وكنت في اسطنبول وصورت معرض برضو، طبعا خارج النطاق موضوع معرض اسطنبول، ولكن كانت فرصة للتصوير. فقلت خليني استغل الفترة هذه واصور لكم معارض دراجات نارية حوالين في جدة او في السعودية. الهدف منها توضيح لأسعار الدراجة النارية، موديلات الدراجة النارية المتوفرة عند الوكيل. وما شاء الله تبارك الله لقى إعجاب، تقريبا 9 أو 10 فيديوهات، ولسه ما زلت مستمر. فموتو فلوجة اليوم هي تعقيب على تصويري للمعارض دي كلها. ليش صورت المعارض هذه كلها؟ رقم واحد، نستعرض الموجود في السوق السعودي، نستعرض الأسعار، نستعرض الموديلات الموجودة اللي منها تحدد وتقرر ايه دراجة نارية الفترة القادمة. طبعا هذا في حال انك تبي تشتري دراجة نارية جديدة من الوكالة. في حال انك تبي تشتري دراجة نارية مستعملة، وقت الشراء هو الصيف ووقت البيع هو الشتاء. ومهم جدا اذكر لكم انه صار عندي تيك توك، وما شاء الله تبارك الله في التيك توك المشاهدات جميلة جدا والتفاعل مرة جميل. أنا بالنسبة لي دخولي التيك توك جديد، فالمحتوى جديد والفكرة كلها جديدة لتصوير الحاقي للمعارض دراجة، سعر، تفاصيل، مواصفات بسيطة جدا محدودة، والباقي تقدر تتفرج عليه في القناة. بحيث أنه اليوم ما شاء الله تبارك الله بعد 8 سنوات على القناة صار عندي أكثر من 350 فيديو واكثر من 90 دراجة تجربة تقريبا. فالمكتبة اللي كنت احلم بيها الحمد لله تقريبا بدأت تبان ملامحها، بدأت تبان تفاصيلها، بدأت تبان او بدأت تسير القناة مرجع لكثير من الناس الحمد لله. هذا طبعا بناء على الفيدباك اللي انا اخذته، ولا بناء على الآراء والكومنتات اللي سمعتها من كثير من الناس الحمد لله. خلال ال8 سنوات هذه صارت حاجات مرة كثير والحمد لله. اليوم لو حابب تشتري دراجة نارية وما انت عارف كيف تبدأ، فأنا أقول لك بشكل مرة بسيط أبدأ من شغلتين أساسية. الشغلة الأولى، حدد ميزانية معينة للدراجة النارية اللي تبغاها، وخلي الميزانية هذه دائما في فوقها مبلغ بسيط، عشان لو نفترض تبغى تاخذ دراجة ب40,000
وحددت 40,000، حتروح المعرض تلاقيها ب 42، حتعزق نفسك، حتضطر تنزل لدراجة أقل من الدراجة اللي تبغاها. فحاول تخلي مبلغ ماينس بلس فوق البادجت اللي انت حاطه عشان المتغيرات، وحاول تخلي مبلغ زايد كمان فوق البادجت اللي انت حاطه لأدوات السلامة، وهذا شيء جدا مهم. تلاقي الدراجة النارية غالية واللي راكبها ما شاء الله تبارك الله شخص لابس وسائل سلامة تجارية أو تقليد، فهو كده ما استرخص في الدراجة النارية، استرخص في سلامته وفي الأمان. فالمبلغ مهم جدا اللي تحفظه أو تعمل بيه بادجت، أو تعمل بيه مثلا تجمعه لشراء الدراجة النارية، تحط فوقه مبلغ بسيط لأدوات السلامة، وعادة يكون ما بين 3000 إلى 5000 ريال سعودي، ما بين خوذة وجاكيت وقلفزات وحذاء عزكم الله. وطبعا في أدوات سلامة أكثر من كده للركبة، وفي أدوات للعمود الفقري، وفي أدوات للرقبة، وفي أدوات كثير للسلامة بحسب استخدامك للدراجة النارية وبحسب نوع الدراجة النارية. الشغلة الثانية الرئيسية احتياجك للدراجة النارية. انت ليش تبغى الدراجة اليوم هذه؟ والله واحد يقول انا ابغى دراجة نارية مثلا حقت شو، فحيضطر ياخذ دراجة نارية غالية شوية، وحيضطر ياخذ دراجة نارية شكلها حلو عليها اكسسوارات، فكده هو حط احتياجه في منطقة معينة. شخص اخر يقول انا احتاج دراجة نارية ابى استخدمها مثلا في اوف رود، او بستخدم دراجة نارية 4 كفرات، او بستخدم ديرت بايك، او بستخدم ادفنشر بايك او كروزر، او ابى اسافر بدراجة نارية. هنا يبدأ يصير تحديد لاحتياجك. مجرد ما تعرف ايش احتجت وكم البادجت حقك، حيسهل عليك اختيار دراجة نارية بشكل مرة كبير. ومهم جدا انه ما هي تكون فترة حماس بس وتشتري دراجة وتبيعها عشان بس مجموعة من الشباب طلعوا عندهم دراجات وبطلع معاهم. حلو، ممتاز جدا، دافع كويس لك انك تشتري، ولكن حتخسر في الاخير. تشتريها وانت رغبان فيها. طبعا هذا الشيء كله مهم جدا بعد ما يكون عندك رخصة وتكون حاصل على التراخيص والتصاريح اللازمة، في حال إذا أنك لسه ما عندك رخصة دراجة نارية. وكمان مهم جدا يكون عندك مكان تحافظ عليه في الدراجة النارية. هذه الشغلتين الأساسية. بعد ما تتفرج على الفيديوهات حقتي، بعد ما تشوف لفة المعارض، أو قبل ما تشوف لفة المعارض، حاول تحددها عشان لما تدخل تتفرج أو تروح المعرض تتفرج، عشان تكون على علم بيش انت حتاخذ دراجة نارية، كيف شكلها وبكم حتكون. هذه الصراحة يعني مشورة بسيطة من طرفي حبيت أشاركها معاكم. أو أنا كيف أشتري دراجة نارية لما أكون أبغى أشتري دراجة نارية. طبعا في بعض الأحيان تكون العاطفة سباقة، في تكون دراجة نارية عجبتنا بناء عليها يتحدد البادجت. هذا برضو الشيء ما يمنع منه أبدا إنك أنت مثلا تقول والله أنا أبغى إكس نوع من الدراجات النارية اللي سعره كده مثلا، فكده أنت حددت البادجت حقك على دراجة نارية، كأنك اخترت الدراجة قبل ما تختار المبلغ. وهذا طبعا وارد، وبالعكس لما تكون عشقان الدراجة النارية اللي انت سايقها ما حتطفش منها وما حتمل منها، لانه في ناس كثير بتشتري دراجات نارية مؤقتة بيطفش منها، تكون مبنية على بادجت معين او تكون مبنية على مبلغ معين يشتريه وفترة كده ويطفش منها. او مثلا احد يكون اصدقائه كلهم عاشقين سفر ويحبوا السفر ودراجاتهم كلها رحال مثلا، وهو يشتري دراجة نارية وسطهم ريس او سبورت بايك، فحتلاقي هنا في نشاز. النشاز هذا او النشاز ده حيؤدي الى ملل من الدراجة النارية، فيضطر يا يغير صحبته ويروح مع جروب ثاني، او يضطر انه هو يغير دراجته النارية، وبكده خسر فلوس وخسر على قول اخونا فيصل السيف، خسر الاستثمار اللي سواه. الاستثمار هذا عائده انه يكون في متعة من القيادة ومتعة من استخدام الدراجة النارية خلال الفترة المحددة اللي يعينها مالك الدراجة النارية في امتلاكه لهذه الدراجة. انا بس لازم اوقف واشوف المايك واشوف الكاميرا شغالين بيصوروا وبيسجلوا ولا لا، هذا شيء جدا مهم. لا ممتاز، كله بيسجل وكله بيصور، فالامور طيبة ان شاء الله. فهذه شغلات اساسية تحطها في بالك عشان تعرف كيف تشتري دراجة نارية. الله يوفقكم، الله يطرح لكم البركة في دراجاتكم النارية القادمة مستعملة او جديدة، يعطيكم خيرها ويكفيكم شرها. سناب شات، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، وكل معلومات التواصل الاجتماعي حقي والبريد الالكتروني موجوده تحت في وصف الفيديو، اتمنى ترجعوا له. شكرا لمتابعتكم الفيديو لهذه المرحله وهذه النقطه. شكرا لكل احد عمل لايك او ديسلايك وحط كومنت او شارك فكره او شارك استشاره. الله يعطيكم العافيه. السلام عليكم ورحمه الله.